طالب الصف الرابع مدرسة الدار الخاصة. اليوم سأشرح لكم ثوران البركان. الأدوات المستخدمة هي بيكربونات الصوديوم واللون البرتقالي والخل، بالإضافة إلى مجسم البركان. بيكربونات الصوديوم، وبعدها سأضع اللون، وبعدها سأضع الخل. وبعدها سأضع اللون. الآن سأضع اللون. شايفين يا شباب هنا عمليه ثوران ايه؟ الحمم البركانيه اللي وضعتها نتيجه تفاعل المواد في باطن التربه في باطن الارض، بيحدث حاجه اسمها الثوران ايه؟ البركاني، اللي هو عباره عن اندفاع الحمم الصخور المنصهره الى اعلى ايه؟ الاعلى البركاني. شكرا ليك يا حلا، وسقفه كبيره الحلا على المشروع. البركان وهو جبل له فتحة يخرج منها الحمم البركانية والأبخرة والغازات السامة، وهو يحدث في البر والبحر.